السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الأكارم من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، أصحابكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم ما جاء فيها. اجتماع لإنجاح تطعيم الصحائي في جنوب البحر الأحمر، تأهيل المعلمين في عتكليزان، صيانة طريق نوفاف عبات الرئيسي، وزير الطاقة السعودية تستعيد إنتاج النفط بالكامل بنهاية سبتمبر، منافس نتنياهو في الانتخابات يقول أنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة، وروحاني أمريكا تحاول الضغط على إيران باتهامها بالهجوم على منشأتي النفط السعوديتين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد اجتماع في مدينة عصب يومي 16 و17 من سبتمبر لإنجاح حملة التطعيم التي سيشهدها إقليم جنوب البحر الأحمر شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، والذي ينفذ على مستوى البلاد، فضلا عن توضيح مهام ومسؤولية المؤسسات الحكومية والمجتمع في الحملة وتنسيق الموارد البشرية والمادية. وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن تجارب ثرة اكتسبت من حملات التطعيم في السنوات الماضية، وسيجري العمل لتوظيف كافة الموارد في الحملة. وذكر مسؤول برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة السيد تيدروس يهدغوم أن المرض الصحي ينتشر بسرعة في حال ظهوره، وأن الهدف من الحملة هو استئصال المرض الذي يظل يظهر من فترة لأخرى مرة وإلى الأبد. وسيقدم التطعيم للأطفال والشباب من عمر 6 وحتى 30 سنة، وفيتامين A للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 59 شهرا. وأوضح ممثل مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد محمد ناغوس أن أنشطة التوعية الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها تسهم كثيرا لرفع الوعي في أوساط الشعب، معربا عن ثقته لتنفيذ الناجح للتطعيم الصحي. وبحث الاجتماع برنامج العمل وتوزيع الموارد، وتوصل إلى تفاهم لتحديد إدارات الضواحي والقرى ونقاط التطعيم والقيام بالاستعدادات اللازمة لتسيير التطعيم من 15 وحتى 30 من نوفمبر. وحضر الاجتماع المهنيون الصحيون ومدراء المديريات ومسؤولو أقسام مكاتب الوزارات والاتحادات الوطنية. نظمت دورة تأهيلية لمدراء المدارس ومسؤولي التعليم والمشرفين التربويين والمعلمين ولجان الآباء للدفع بالعملية التعليمية في عتكليزان. وتضمنت الدورة التأهيلية التي نظمت يومي 14 و15 من سبتمبر بتعاون مكتب التعليم وجمعية المعلمين في إقليم عنسبة جهود تحسين نوعية التعليم وإعداد الخطط والبرامج وتقوية إدارة المدارس ومبادئ ودستور الجمعية. وقال رئيس الجمعية الوطنية للمعلمين الأستاذ سمعان محاري إن رفعة واستمرارية نهضة التعليم يتحقق بتفاني المعلم وأولياء الأمور والإدارة والمؤسسات الشريكة، مؤكدا أهمية خطة العمل المشتركة والمتابعة لنجاح وفعالية البرامج المنفذة. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية عتكليزان الأستاذ آدم بشير أن تنفيذ الأعمال والخطط الملموسة أساسية لنتائج فاعلة، داعيا جميع المدارس وضع الخطط وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء. وأشار مسؤول جمعية المعلمين في إقليم عنسبة الأستاذ كبرام قبرزقي أن الدورات التأهيل المقدمة تساعد لإنجاح أعمال المعلمين. قام سكان ضاحيتي بيان ومعا وعمال المؤسسات الحكومية وأفراد قوات الدفاع بنفير صيانة 35 كيلومتر من طريق نوفاف عبت الذي جرفتها السيول في موسم الخريف. وأوضح المشاركون في النفير أن العمل الذي جرى بتعاون السكان والعمال وقوات الدفاع شمل توسعة الطريق وتمهيده، وأنهم يعملون باستمرار لصيانة الطريق الذي تجرفه السيول دائما. ودعا المشاركون في النفير الجهات المختصة لإجراء إصلاح دائم للطريق لصعوبة إصلاحه بالأدوات المتوفرة لديهم
خاصة عقبة سجد. تقوم مؤسسة جلاس الصحية بحملات توعية مكثفة وناجعة، حيث أوضح سكان المنطقة بأن تلك الحملات تحقق نتائج جيدة في سلامة الأمومة والطفولة وكذلك الوقاية من الأمراض. من جهته أوضح مسؤول المؤسسة الصحية مساعد التمريض يوناس هبت مريم بأن الأشهر الثمانية الماضية شهدت وضع 51 من الحوامل في تلك المؤسسة، وحصل أكثر من 4000 مواطن على خدمات صحية ناجعة. وذكر بأن برامج تطعيم الأطفال والسيطرة على الملاريا والإصحاح الأهلي البيئي والخدمات الصحية الجارية عبر وكالة الصحة الريفية والمهنيين الصحيين وبما أن عدم تجمع القرى ظل يعرقل أنشطتهم، ينبغي على المواطنين والمجتمع تعزيز وعيهم في هذا الشأن. وتشتمل مؤسسة جلاس الصحية عنابر عصرية لانتظار الحوامل شيده المواطنون، وخدمات الفحص الطبي، وغرف لنزلاء المرضى، وأخرى لفحص المرضى وحفظ الأدوية وغيرها من الغرف. وتقدم مؤسسة جلاس الصحية التي تبعد حوالي 9 كيلومترات من الناحية الشرقية لمدينة حقات الخدمات الصحية لحوالي 13,000 من سكان ضواحي جلاس وإنجناق وأيدامر، إضافة إلى بعض من مناطق حقات. نفذت أنشطة مكافحة الأمراض التي تظهر في موسم الخريف عامة والملاريا خاصة في مديرية فورت سوا. وأوضح عضو متابعة الصحة البيئية في المديرية السيد يماني التولدي أن السكان يقومون بأنشطة نفير لإصحاح بيئتهم وضمان الصحة العامة، ونتج عن ذلك انخفاض ظاهرة الملاريا. وحث بالدفع بأنشطة إزالة مواقع تكاثر البعوض وتعزيز مكافحة الملاريا. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. تستعيد السعودية فاقد إنتاجها النفطي بنهاية سبتمبر بعد أن استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها عن طريق السحب مخزوناتها النفط الضخمة. وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن متوسط إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في سبتمبر وأكتوبر، وأن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي. وأبلغ مؤتمرا صحفيا في مدينة جدة على البحر الأحمر تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة هذا العمل التخريبي السافر. وقال أن المملكة ستصل بالطاقة إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر أيلول، و12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر تشرين الثاني. وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو أن الشركة التي تتأهب لطرح عام أولي ما زالت تعكف على تقدير أعمال الإصلاح، لكنها ليست كبيرة قياسيا إلى حجم الشركة. وقال الأمير عبد العزيز أن الرياضة لا تعرف بعد من شن الهجمات ولا الغرض منها، مضيفا أن السعودية ستصون دورها كمورد آمن للأسواق العالمية. وقال أن هناك حاجة إلى إجراءات أشد صرامة للحيلولة دون مزيد من الهجمات، لكنه لم يذكر التفاصيل. كانت وزارة الخارجية قالت إن التحقيقات الأولوية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجوم الذي قالت السلطات بادئ الأمر إن الطائرات المسيرة استخدمت فيه. قال بيتي جانتس المنافس الرئيس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات إنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. جاء ذلك في سياق خطاب أشاد فيه بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات، لكنه لم يصل إلى حد إعلان الفوز. وقال الجنرال السابق جانتس مخاطبا حزبه في تل أبيب: سننتظر لحين إعلان النتائج الفعلية، لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا. وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب أزرق أبيض متقدم أو متعادل مع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو في انتخابات متقاربة للغاية.
من جهته ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء كلمة أمام حزب الليكود الذي زعمه هي الأولى له بعد الانتخابات، ولم يعلن نتنياهو خلال الكلمة الفوز، كما لم يقر بالهزيمة بعد أن أظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع عدم وجود فائز واضح في السياق الانتخابي المحتدم بشدة. وقال نتنياهو أنه سينتظر إعلان النتائج الرسمية، وأضاف أنه سيعمل من أجل إقامة حكومة صهيونية قوية تعبر عن آراء الكثير من شعب الأمة. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيراني أن الرئيس حسن روحاني قال يوم الأربعاء إن الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفط سعوديتين تهدف لزيادة الضغط على طهران. ونقلت الوكالة عن روحاني قوله: بينما يمارسون ضغطا نفسيا واقتصاديا على الشعب الإيراني عبر العقوبات، فإنهم يريدون فرض ضغوط قصوى على إيران عن طريق التشهير. وأضاف في الوقت نفسه: ما من أحد يصدق تلك الاتهامات. في غضون ذلك ذكر تقرير لممثل الشبكات أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الأربعاء إن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع تعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر. وقال التقرير إن بومبيو ذكر خلال زيارة للسعودية أن جماعة الحوثي اليمنية لم تشن الهجوم الذي أعلنت مسؤوليتها عنه. قال مسؤول طبي في أفغانستان إن 48 شخصا قتلوا، كما أصيب 31 آخرون بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان بوسط البلاد الثلاثاء. وذكر عبد القاسم سانجين مدير المستشفى الإقليمي من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو. وتابع أن الرئيس لم يصب في الانفجار، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد. والأسبوع الماضي هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية مخلفا مقتل أشخاص وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع بالقرب من حي يضم السفارة الأمريكية. وتسلط هذه الهجمات الضوء على توقعات تصاعد العنف بعد ما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة المحادثات مع طالبان التي كانت تهدف لسحب القوات الأمريكية وإنهاء 18 عاما من الحرب في أفغانستان. وقال ترامب: لقد انتهت تماما، من ناحية انتهت. وأجرى دبلوماسيون أمريكيون محادثات مع ممثلي لحركات طالبان منذ أشهر بهدف التوصل إلى خطة تهدف لسحب آلاف القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية من طالبان. هكذا انتهت النشرة مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.